جولي كلمة البلاغجية. البلاغجية هي كلمة غريبة في المجتمع التطواني، يمكن أنها كانت تستعمل في فترة، وهذا دليل على أنها كلمة مستوردة دخيلة من أدخلها الجزائريون، وهي طبعا لها ارتباط بالسيارة العثمانية، نقولوا القهوجية والسفنجية والبلغاجية إلى غير ذلك. فهذه من الكلمات الدخيلة على المجتمع. حل الحرير في الحقيقة هذا النشاط استخدمه الجزائريون، هم الذين استخدموا هذا النشاط إلى مدينة تطوان، وكانوا هم الذين يقومون بهذه الصناعة. قبل ذلك شهرت العائلات الجزائرية بهذه الصناعة، منها عائلة بن زكري وعائلة بن صيام، وعائلة أخرى أخذت اسم الصنعة، عائلة الحرار أو الهرر. الحرار والهرر يمكن. الحرار هي عائلة في تطوان جزائرية، أصلها جزائري، وربما انقرضت ولا أدري هل هي باقية ولا ما بقيتش، ولكن كانت موجودة. أنا كنعرف العدويات ديالها كانوا في الحياة. هذه صناعة الحليب مرتبطة بها مجموعة من الصناعات الأخرى، بحال صناعة الأزرار يعني العقاد، صناعة الأحزمة، ومن جملة الأحزمة حزام التكة. هذه الكلمة ذكرتني بشحال كنا كنسمعوا سروال التكة. الناس عندهم سروال التكة، ياك سروال التكة. شنو هي التكة؟ التكة هو واحد الحزام دقيق كيدخل بين ثنايا السروال كيحزم. ولهذا قيل لي أن الجزائريين هم الذين علموا أهالي تطوان لباس سروال التكة، لأنهم كاشتهر بها الجزائريون في تطوان هي صناعة الطرز على الجلد، طرز على الجلد بالذهب والفضة. وآخر واحد كان عاش في تطوان يتحدث عنه جولي، وهو محمد بن الفاضل، وهو جزائري. كذلك تحدث عن صناعات الخشب والعظام